الكسل مش معناه انك ضعيف او ان انت شخص مش كويس او الكلام من ده كله، ولكن العقل البشري بتاعنا دايما بيدور على الحاجه اللي بتبسطه، بيدور على الحاجه اللي بتريحه. عمرك شفت حد في الدنيا بيحب الزعل؟ اكيد لا. عمرك شفت حد في الدنيا بيحب التعب؟ اكيد لا. هل انت بتحب المذاكره؟ لا. طيب امال ايه بقى؟ ما هو عشان خاطر المذاكره دي حاجه بتخلي مودك مش كويس، ولكن بعد المذاكره لما بتحس بالانجاز بتلاقي نفسك مبسوط وبتحس انك انجزت حاجه كبيره قوي. طب دلوقتي يا يوسف ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الحل؟ مش محتاج انك تكون سوبرمان، ولكن كل اللي انت محتاجه هي خطه صغيره وبيئه تساعدك وحاجه تشجعك. وفي 3 حاجات مهمين جدا انا هقولهم لك ان شاء الله يساعدوك انك تتغلب على الكسل اللي عندك ده. اولهم طبعا انك هتدعي وتقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل، وهنسمع كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودايما لما تلاقي نفسك مكسل استعذ بالله من الشيطان الرجيم، دي اول حاجه ورقم واحد كده كده. ودايما لما تلاقي نفسك مكسل انك تعمل اي حاجه قوم صلي ركعتين وابدا بيها على طول. ده بدايه كده، ده رقم واحد. رقم 2 ان احنا هنمشي على خطه صغيره كده، حاجه اسمها خطه لو ساعتها if then، ان انت تقول لو ان شاء الله، يعني ان شاء الله انت قبل ما تنام مثلا انت طبعا بتعمل التو دو ليست بتاعتك، انا بكره هبدا الساعه 7، فلو الساعه جت 7 المفروض ان انا ابدا على طول. فما تستناش، يعني ما تسيبش الدنيا بتاعتك ايه سايبه كده، يعني ان انا مثلا ممكن ابدا في اي وقت. لازم يكون عندك نظام محدد تمشي عليه، ان انا هبدا في الساعه الفلانيه، ايوه انا هبدا في الساعه الفلانيه ومفيش كسل. تاني حاجه ان انت لما تيجي تعمل حاجه اعمل حاجه واقعيه، ابدا بحاجه صغيره. ما تقولش انا هخلص النهارده الجيولوجيا كلها، انا النهارده هبني بيتي كامل. مفيش حد بيعمل كده. انت لما بتيجي بتبني شقتك او بتبني بيت او الكلام من ده كله، مش في الاول بنعمل في خطوه 1 2 3 بتشتري الارض، بتبدا انك تجيب مهندس يحدد لك ما اعرفش ايه الكلام من ده كله، المهندسين هم اللي يفهموا الكلام ده. إيه، انت بتجيب الحاجات بتمشي خطوه خطوه. مفيش واحد نام صحى قال لك انا هبني النهارده بيت، مفيش الكلام ده كله. فدايما علشان خاطر تنجح لازم تبدا خطوه خطوه، صغيره صغيره صغيره. ابدا صغير هتوصل هتبقى كبير والدنيا هتبقى زي الفل. وفي حاجه كمان اللي هي اربط المتعه بالشغل. ازاي يا يوسف؟ انا دايما مثلا لما كنت باجي اذاكر انا بحب دايما ان انا اقعد اسمع قران مثلا بصوت القارئ كذا، فكنت لما باجي اذاكر بشغل القران على بصوت القارئ اللي انا بحبه بصوت هادي، حاجه كده تديني طمانينه وتخليني ان انا مبسوط وانا شغال. ولكن ما تروحش يعني مثلا اللي هو كل حاجه ساكته كده فتحس بملل. اربط حاجه انت بتحبها بالشغل بتاعك. يعني مثلا يجي لك طالب يقول لك انا هبدا ان انا مش هذاكر 5 ساعات على بعض، ولكن انا هذاكر بطريقه البومودورو الجميله اللي احنا متعودين عليها، وان الناس اللي عارفاني دايما احنا بقالنا سنه بنذاكر بطريقه البومودورو ومظبطين الدنيا وزي الفل يعني على جروب التليجرام. المفروض اصلا انا احط لك اللينك بتاعه. انا كنت ناوي ان انا اوقفه اصلا، ولكن انا لا ان شاء الله هنكمل وهنذاكر وهنظبط الدنيا، وانا هذاكر معاكم. يعني اعرف ان انا هفضل اذاكر لحد ما اموت، يعني مش معنى ان انا اتخرجت فخلاص، لا هفضل اذاكر برضه. فان شاء الله هحط لك لينك القناه بتاعت التليجرام في التعليقات او في الوصف او الكلام من ده كله. الدنيا هتبقى زي الفل، يعني لا تقلق. هتذاكر دايما طول ما انت مع يوسف هتذاكر والدنيا هتبقى زي الفل، مش هتكسل. بص لان انا من الاخر يعني. المهم انا مش عارف انا رحت فين واتكلمت في ايه. المهم كان في مثلا لما يجي طالب مثلا يقول لك انا مش هذاكر 5 ساعات على بعض، ولكن انا هذاكر 25 دقيقه 5 دقائق راحه، او هذاكر 50 دقيقه 10 دقائق راحه. بدا كده فضل ماشي على الموضوع ده لمده اسبوع، فجاه لقى حياته منظمه. فجاه خلاص ان انا اتعودت ان انا اذاكر مثلا بطريقه البومودورو، ان انا اذاكر بتوقيت معين وان انا اخلص ال10 دقائق دول مثلا. وليكن انا كنت بعمل ايه فيهم؟ كنت بقرا مثلا 100 ايه من سوره البقره. ممكن ال10 دقايق دول تقوم تكافئ نفسك فيهم. انا هقوم اعمل لي كوبايه عصير، انا هقوم اقف في البلكونه شويه، انا هقوم اتمشى شويه وارجع مكاني تاني. ارجع مكانك تاني. بص اقول لك دايما انا بحب ان انا لما بكون بذاكر في مكان ما بحبش اقوم من المكان اللي انا بعمل فيه. او ليه انا بجيب سيره المذاكره؟ لان معظم اللي بيتابعوني طلاب. طيب انا هقول لك حاجه، إيه شغلك يا عم؟ شغلك ما تروحش مثلا يعني لما تيجي تريح ريح في المكان اللي انت شغال فيه، فاهم؟ ما تروحش بقى تلف وما اعرفش ايه عشان ما تكسلش انك ترجع تاني. فدي ملحوظه صغيره برضو كان لازم ان انا اقولها لك. يعني هقول لك مثال كمان بس علشان خاطري. يعني مثلا لما في واحد مثلا نفسه ان هو ينزل الجيم، فبالتالي ان الموضوع صعب عليه وانا مش قادر ان انا انزل الجيم والكلام من ده كله. طيب هيعمل ايه العمل؟ بدا ان هو مثلا ان هو يعمل تمارين في اليوم دقيقتين، بدل ما هو يعمل تمارين نص ساعه. هو مش قادر ان هو يعمل كده لان هو لسه بادئ اول مره ان هو يعمل تمارين او ينزل جيم او كلام من ده كله. كل يوم دقيقتين دقيقتين دقيقتين. فجاه بعد اسبوع او اسبوعين لقى نفسه ان هو بيعمل تمارين نص ساعه، والنص ساعه براحه تامه. النص ساعه بيعملها وهو مبسوط، ما هوش بقى متقدر وكلام من ده كله متضايق وان هو صعب عليا. لا مفيش الكلام ده خالص. فاحنا هنمشي بخطه صغيره كده ان شاء الله. هنجرب الخطه دي لمده شهر. الشهر عندنا 4 أسابيع، ده كده اصلا هنقسمها
بتاعتنا الاسبوع الاولاني، الاسبوع الثاني والثالث، الاسبوع الرابع. الاسبوع الاول هنبدا ان احنا نكتشف نفسنا. ايه اكتر حاجه انا باجلها؟ اكتر حاجه انا باجلها المذاكره؟ لا مثلا. اكتر حاجه انا باجلها الجيم مثلا. اكتر حاجه انا باجلها اي حاجه بقى في حياتك، شغلك، اي حاجه انت بتاجلها. ده رقم واحد. رقم اتنين، شيل الملهيات بقى اللي حواليك كده، مثلا تليفونك، اقفل الاشعارات، معرفش ايه الكلام من ده كله، اي حاجه تعطلك شيلها خالص. ورقم ثلاثة بقى، حدد هدف صغير اللي احنا اتفقنا عليها، ان انا قلت لك ابدأ بحاجة صغيرة ونمشي واحدة 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 واحدة. الاسبوع الثاني والثالث بقى يا صديقي هم دول اسبوع التجربة، ان انا هفضل اجرب في الاسبوعين دول. بمعنى اصح مش ان انا اقعد اجرب وخلاص وما اطلعش بفايدة، لا خالص. انت بتجرب مثلا بتشتغل او بتذاكر او كلام من ده كله، بس ده اسبوعين تجربه. الاسبوع الرابع بقى هو اسبوع التثبيت، وهو مثلا المفروض خلاص بقى انا دلوقتي بقيت انسان نشيط ومش كسلان خالص. طيب افرض يا يوسف ان انا كسلت ان انا اعمل حاجه، كسلت عاقب نفسك، بمعنى ان انا كسلت النهارده وما ذاكرتش، لا انا بكره بدل ما انا كنت هذاكر 5 ساعات انا هذاكر 6 مثلا. انا في ذنب معين وقعت فيه، انا بكره هصوم مثلا، انا بكره هعمل كذا، فاهم؟ فانت لازم تحط كده عقاب، حاجه لو انا ما عملتش هعاقب نفسي بكذا. فعلشان تنجح يا صديقي وتتخلص من الكسل ده كله، فابدأ بحاجة صغيرة، فهتلاقي ان هي هتبقى سهلة معاك وهتوصل ان شاء الله. تاني حاجة انك تربط حاجة انت مش بتحبها بحاجة انت بتحبها. وتالت حاجة والاخيرة انك تخلي عندك خطة واضحة ومكتوبة وبس. ولو انت اول مرة تشوفني بقى، فانا اخوك يوسف، وهفضل اقولها لك. يعني انا في كلية علاج طبيعي، انا خلصت يعني اتخرجت من كلية علاج طبيعي، انا دكتور علاج طبيعي، دكتور امتياز. يعني ولا اي حاجة، انا مش ما اقصدش حاجة والله، يعني انا بعرفك بس بنفسي. وكمان ايه يا واد يا يوسف، ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش اللايك الجميل والكومنت اللطيف جدا. ولو انت استفدت من الفيديو قول لي انا استفدت، عرفني بس، يعني قول لي. وكمان بس اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو، وسلام.